هلا والله بالمتابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. طبعا قربنا على 800 متابع، الدعم ما شاء الله كلش حلو هنا. فرايد فزعتكم على 800 وندخل ان شاء الله نقرب على 1000 متابع. وثاني شي جبنا لكم حساسية قوية، يعني مو مال المبتدئين، يعني تكون انت حريف ومتعود على اللعبة يلا تقدر تستخدمها، لان الحساسية كلش سريعة، مو اي واحد يستخدمها، يعني اقل خطأ ايمك يروح. وانا قايل 1000 مرة هناك اي خطأ ايمك يروح، كل شيء يروح، يعني اي شيء يروح. لازم تضبط حركتك، تضبط قعدتك اذا تلعب جيروسكوب، اهم شيء القعدة. وراح اعطيكم الحساسية واعدادات التحكم مع الكود، خاف يعني الكود ما يشتغل، هم نعطيكم اياهن فتنتللون علينا. ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك حتى نستمر ونصعد الى الاقوى. فراح نشوفكم الحساسية عناصر وايد طلبتوا من عندي، عناصر التحكم وشلون تلعب سريع، شلون ما يوقف اللاعب عندك. هاي العناصر يكون بينجك لازم صفر 40 او 60 او 70 حتى اللاعب يصير عندك سلس، ودمج وهمي ماكو حتى اللعبة تصير عندك كلش قوية. وهاي الكود مالتها. فيعني قلنا لكم الدمج الوهمي واللعب يعتمد عن الفرمات والسلاسة الجهاز وفرمات الجهاز والنت. اذا ما عندك ما تقدر تلعب اللعبة نهائيا. مثل ما تشوفون خاف ما يشتغل عندكم هذا الكود همين مال الحساسية. هاي الحساسية قدامكم شفتوها كلش سريعة، فما انصح اي واحد يستخدمها، اي مبتدئ لا يستخدمها، لان راح ينضر ما يعرف يلعب بالحساسية واللعبة ما يعرف له. فانصح يبدأ بالتدريج، يصعد شوية شوية لحد ما يحترف الجيروسكوب. والجيروسكوب يراد له تنظيم وقاعدة حلوة، لان اذا تقعد قاعدة مخربطة فما راح ينجح عندك الجيروسكوب نهائيا. وهمين الكود الجيروسكوب حتى خاف ما يشتغل عندكم الكود موجودة الحساسية. وبس هذا نهاية المقطع، واتمنى عجبكم المقطع، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك، وان شاء الله نرجع لكم مقطع جديد، وسيو الى اللقاء.